لقيت سلفتي بتخبط عليا ولابسه لبس كده غريب. ده انا اللي عروسه يعني ولسه متجوزه بقالي كام يوم. لما بفتح الباب او بقابل حد سواء ست او راجل او ايا كان طبعا ببقى لابسه لبس حشمه، لكن دي لقيتها لابسه لبس غريب. هو ماشي احنا مع بعض في العماره وبتاع وبس، يعني ايش ضمنك ان جوزي موجود ولا مش موجود؟ المهم انا اول ما شفتها كده اتخضيت، ولقيتها جايبه حلويات في ايديها وبتاع وعصير ومش عارفه ايه. فدخلتها فلقيتها بتقول لي ما تخافيش، ده انا هحسس عليه، بس انت خايفه ليه؟ فانا طبعا في الوقت ده اتخذت كده اللي هو انت عبيطه ولا ايه؟ تحسسي على ايه؟ قالت لي ايه بس ايه دي كده؟ هو انت علشان عروسه جديده يعني متوتره وخايفه حد يلمس حاجه كده ولا يلمس حاجه كده؟ ده انا هتحسس بس بايدي كده وخلاص. فانا يعني انا قاعده جنبها، وبعدين هي قامت من على الكرسي اللي كانت قاعده عليه وجت قعدت جنبي، وانا يا دوبك يعني بقالي كام يوم فلسه ما اتعودتش عليها. انا عارفه ان البيت كله بيحبها وان جوزي موصيني عليها وقال لي دي مرات اخويا الكبير وكلنا هنا بنحبها وبنت عمنا كمان، فايه اتعاملي معاها عادي وخديها صاحبتك وزيها زي اختك ومش عارفه ايه. فانا وقتها قلت له ماشي طبيعي يعني، وبعدين احنا في بيت واحد وكده فاكيد مع الوقت انا هتعود عليها، بس انا اصلا حد مش اجتماعي، فكون ان انا افتح الباب الاقي واحده داخلالي باللبس ده وعامله شعرها كده وحركات وبتاع وفي بيت عيله. انا عمري ما سمعت ان بيوت العيله بيحصل فيها كده. ده انا اللي عروسه زي ما قلت ما بعملش كده، وجايه وسابت الكرسي اللي هي قاعده عليه وقعدت جنبي وتقولي هحسس بس. وبعدين لما لقيت ايديها بقى بتعمل على جسمي وبتاع فانا اتفزعت اللي هو ماشي احنا ستات زي بعض وكل حاجه، بس انت عايزه ايه وبتحسسي على ايه؟ انت عبيطه ولا ايه؟ فالمهم قلت لها انا مش فاهمه انت قصدك ايه. قالت لي طب خلاص هو انت متكتفه ليه كده؟ قلت لها حبيبتي انا بفتح الباب وما اعرفش مين على الباب، يعني سواء راجل او ست انا كده ببقى لابسه بالاسدال ولافه الطرحه وكله. عرفت ان على الباب راجل اللي على الباب ست، بقى انا لازم ابقى امي معلماني كده. قالت لي يا بنتي يعني ست ما تتحسدي او تبصلك بصه مش هي، او تشوف مفاتن الست برضه ما تشوفش مفاتن الست اللي زيها. فانا متربيه على كده. قلت لها لا عادي انا مش متكتفه ولا حاجه، انا بس يعني مستغربه هو انت عادي كده بتطلعي تنزلي في البيت باللبس اللي انت لابساه ده؟ قالت لي لا لا طبعا ببقى لابسه زي كده، بس انا قلت يعني احنا ستات زي بعض وقاعدين مع بعض، فايه اللي هيخليني بقى البس اسدال ولا هلبس جلابيه طويله ولا بتاع؟ احنا قاعدين مع بعض براحتنا. قلت لها بس افرضي مثلا جوزي خبط دلوقتي، اخويا جالي على فجأة. قالت لي لا ما هو الوقت دوت ما حدش بيجي لحد فيه، وانا عامله حسابي كويس ان الوقت دوت وقت الموظفين بقى كلهم في شغلهم وبتاع فما فيش حد هيخش علينا. فاستغربتها كده طبعا. انا من بعد ما قالت لي انا هحسس بس وبتاع فاتنقلت الناحيه التانيه. فانا كل ده بغلوش على الكلام اللي هي قالته اللي انا مش فاهماه، وفي نفس الوقت لما سالتني السؤال فاللي هي لبست حوار في حوار. فانا سكت كده قلت لها طبعا كلامها ما اقنعنيش. قلت لها طب تمام ماشي. قالت لي بصي بقى انا جايبه لك ايه معايا حلو، يلا تعالي هات لنا شوكتين ولا حاجه وتعالي ناكل الحلويات اللي انا عاملاها لك بايدي. انا عامله لك كيكه شوكولاته وما اعرفش حاطه عليها ايه وفيلم هندي كده. فقلت لها لا معلش اصل انا لسه ما فطرتش ويعني مش هصحى اكل حاجه حلوه وبتاع. فلقيتها قالت لي لا دوقيها بس دي هتعجبك وهتلاقي نفسك كلتيها كلها. المهم انا ما رضيتش احرجها ولا اكسفها، ورحت فعلا داخله جايبه شوكتين، وهي كانت حاطه زي يعني في اطباق، كل جايباها باطباقها الفوم دي، فكل واحده قطعتها وبتاع. فانا استغربت قلت انت جايبه على قدنا احنا الاثنين يعني. المهم قلت عادي مش مهم، المفروض انت جايه تجامليني ولا حاجه هتجيبيها على بعضها لكن مش هتجيبي قطعتين. فسكت وراحت قالت لي طب هاتي بقى الكوبايات. المهم شربنا العصير برضو اللي هي كانت جايباه وكلنا الكيك اللي هي جايباه، وفضلت تلح عليا ان انا لازم اكله شويه. ولقيتها نفس الكلام جايه برضو بتقول لي ما تقلعي بقى كده وفكي عن نفسك انا هحسس عليه بس اصل انا سمعت ان هو حلو قوي. فقلت لها هو انت قصدك على ايه؟ قالت لي ما فيش انا عايزه احسس على شعرك، اصل حماتي عماله تشعر فيه وبتقول ده شعرها زي شعر الخيل وطويل وسايح ونايح واسود زي الليل. انا طبعا يعني كنت في فرحي بحجابي
وبلبس الحجاب قافلاه وما ببينش شعري خالص، واللي كان بيجي يبارك لي مفيش لا ستات ولا رجاله زي ما قلت ببين شعري اصلا لحد ولا اي حاجه في جسمي يعني. فايه ده انا عايزه احسس عليه بس اشوفه زي ما حماتي ما بتقول ولا لا. فقلت لها يا حبيبتي حاضر. فانا اتكسفت فرحت ايه فكه الاسدال وبتاع، وراحت ايه فعلا فضلت تحسس على شعري ومش عارفه ايه. ومن يومها يا جماعه وانا حالتي النفسيه زي الزفت. ايه اللي جرالي معرفش. هي من اليوم ده تاني يوم على طول جوزي جاي بيتخانق معايا من الباب للطاق. حصل حمل بعديها 3 مرات في خلال شهرين، وكل مرة ينزل لأسباب غير معلومة خالص. حمل وابقى تمام ودنيا كويسة، فجأة ينزل تاني ينزل. فضلت على الحال ده كام شهر، وخناقات بقى مع بيني وبين جوزي اللي هو في ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيجرى. محدش كان فاهم اي حاجه خالص. امي قالت لي جت بقى في البيت وقعدت ترقينا وبتاع، لان انا وجوزي اصلا متجوزين بعض واحنا واخدين بعض عن حب وبتاع، وكنا متفاهمين جدا وما كانش في اي مشكله ما بيننا وبتاع. لكن الحاجات اللي بتطلع فجاه دي ما بقيناش فاهمين ايه في ايه. نتخانق وبتاع ونقعد نعيط احنا الاثنين ونسكت. هو احنا بنتخانق على ايه؟ قالوا لي شغلي سوره البقره ومش عارفه ايه. الدنيا اتقلبت والدنيا باظت على اخرها. فماما قالت لي لا ما بدهاش بقى. بعد كام شهر قالت لي كده في حاجه غلط، انا لازم اتصرف واجيب لك شيخ يشوف بقى في ايه الشيخ اللي جه كل دوت محدش يعرف حاجه خالص يعني. كله عارف ان حوارات الحمل اللي بتحصل والخناقات وبتاع دي، بس محدش عارف حوار الشيخ ده. ماما جابتهولي عندها في البيت، فكان مصمم ان هو يجي يشوف ايه البيت عندي. فماما قالت له احنا معلش عشان سلايفها وحماتها ومش عارفه ايه، فتعالى عندنا في اللي عند مامتي يعني. المهم قال ان انا مأذيه وان انا واكله وشاربه عمل معمول لي، وان انا حياتي تتشقلب ودنيتي تبوظ وما خلفش من جوزي والدنيا مشاكل وبتاع، لحد ما اعيا يجي لي امراض الدنيا كلها وبتاع وجوازتي تبوظ. مين يا عم الحاج اللي عامل الكلام ده؟ قالك لا ما طب فكه. لا لازم هي اللي عاملاه منيل ب60 نيله، لازم هي اللي تفكه. طب في حاجه اسمها كده؟ مش هقدر افيدكم اكتر من كده. وخد بعضه ومشي. طبعا انا ترجمت بقى حاجات كتيره بدماغي، والفتره بقى اللي من بعد ما حصل الموقف ده الحاجات بقى اللي هي التوابع. طبعا مش هحكي لكم كل التفاصيل. التوابع من يوم الحوار التحسيس والتمليس والاكل اللي هي صممت ان احنا ناكله واحنا قاعدين. وانا من اللي بيحصل عرفت ان هي اللي عامله البلاوي السودا دي. ليه بقى عملت فيها كده؟ انا لحد دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. وفي نفس الوقت الشيخ اللي جه ده احنا ما نعرفش حد غيره، قال ان هي اللي لازم تفكه وتجيب عامله لنا العمل يعني. هو قال انا واكلاه وشرباه وفي حاجات تانية معموله، قال لازم هي اللي تجيبها وتفكها. انا مش عارفه اوصل لها. طب دي انا اواجهها دلوقتي ازاي؟ يعني اروح اقول لها انا عرفت ان انت عملتي لي الحاجه الفلانيه وفكيها ازاي؟ طبيعي هتنكر. وفي نفس الوقت انا مش عارفه طب انا اذيتك في ايه عشان انت تاذيني؟ ده انا لسه كنت داخله البيت عروسه وما جيتش جنبك ولا انا اجتماعيه ولا باخد ودي مع حد ولا بطلع اسرارك ولا بتقعدي يعني. كنت في حالي جدا لسه. لما تبقي تشوفي حاجه مني وحشه بيأذيني، وبعدين ما فيش حد بيأذي حد بالطريقه القذره دي، ليه تنهي حياته وتدمريها؟ بس يعني الكلام اللي متعرف عليه امي بتقولي غيرانه منك. طب هل الغيره تؤدي لان واحده تأذي واحده بالطريقه دي؟ فانا دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه. ما انا لو واجهتها طب احلفها تروح تفكه؟ طب اعمل ايه في الليله دي؟ انا مش عارفه. اللي بيأذي كتير للاسف، واللي بيتجه الاتجاهات دي لا بيعرف ربنا ولا بيتقي الله، ولا الغيره والحقد بيعموا قلبه صحيح يعني. طب هي اذتك في ايه؟ ومهما كانت اذتك تروحي تعملي لها حاجه زي كده وهي كمان ما اذتكيش يعني اللي هو انا هعمل لك ههدلك حياتك واجيب لك الامراض وتطلقي من جوزك كده وخلاص. طب ليه ما انت عايشه حياتك مع جوزك كويس، او يمكن القصه ليها توابع اخرى الله اعلم. بس ايا كان انت ليه بتعملوا كده؟ يعني الناس دي مش عارفه ان انتوا حطب جهنم؟ انتوا رايحين النار كده بنبله؟ ده انتوا اللي هتوقدوا النار. فلو كل واحد جاي يأذي حد ويعمل له اعمال واسحار
والقرف اللي بيتعمل ده، محدش هيعمل كده اكيد في حياته. بس يعني كلنا عارفين انه يعني ما فيش حد مش مستوعب ان اللي بيأذي كده مش رايح النار. فانتوا ازاي مش مدركين؟ ان انتوا يعني بصراحه نفسي افهم، لان الموضوع بقى اوفر جدا جدا. فخلاص انتوا ما عندكوش ايمان وما عندكوش ضمير ومش عارفين ربنا للدرجه دي. يعني زمان، والله مش زمان قوي يعني، كان اللي بيأذي حد ده كان بيتجنبه وخلاص، كان بيقول منك لله حسبي الله ونعم الوكيل فيك، كان بيدعي عليه وخلاص، وربنا كريم بقى وقادر يجيب لك حقك منه. لكن حد لا اذاك ولا عمل لك حاجه تأذيه بالطريقه دي، تخسره حياته وانت تخسر دينك، تخسر اخرتك، عشان ايه؟ فانا مش عارفه بصراحه اقول لك ايه. طب تعملي ايه معاها؟ ما هي فعلا مش هتعترف. فانا هسيب لكم الراي في الكومنتات، يا ريت تساعدوها في الموقف اللي هي فيه ده تعمل ايه وتتصرف ازاي. خلصت حلقتي النهارده، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. اللي عنده اي مشكله وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابه عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبه. باي باي.